كان اول يوم شغل ليا في الغردقه في فندق 5 نجوم. اشتغلت في الريسبشن الناس اللي مش عارفينه هو مكاتب الاماميه اللي بنستقبل فيه الضيوف ونأكد فيه الحجوزات وهكذا يعني. واحيانا بنقول عليه الفرونت ديسك. فالسائح جه واقف قدام الديسك عندي فقال لي ايه excuse me there is a problem with my room the conditioner isn't working. يعني في مشكله في الاوضه بتاعتي التكييف مش شغال. ده اول يوم شغل كنتش عارف النظام كويس، ورغم السنين الكتيره اللي انا درست فيها انجليزي في الجامعه وفي المدرسه بس في الحقيقه اتلخبطت. عارف انا قلت له ايه يا صديقي؟ تخيل قلت له I'm sorry I will fix it. بس ده مش الصح لعلم. عارف المفروض نقول ايه؟ نقول لي I'm really sorry sir for the inconvenience I will send someone to fix it immediately we can offer you another room while we fix it. يعني انا اسف على الازعاج، ممكن نقدم لك غرفه بديله. احنا هنبعت حد على طول يصلح الموضوع، وممكن نقدم لك غرفه بديله واحنا اثناء ما بنصلح المشكله. ممكن ترد عليه رد تاني تقول له ايه thank you for letting us know sir. يعني احنا متشكرين انك عرفتنا المشكله. we sorry for the inconvenience. احنا اسفين على الازعاج. we will send someone to fix it right now. واحنا هنبعت حد يصلحه دلوقتي وهكذا. فهو لما نيجي نتعلم انجليزي مش نتعلم مجرد جرامر وكلمات بس، نتعلم الجمله على بعضها زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي.